استكمالا للجزء الاول واللي اتكلمنا فيه عن النصايح واللي تعتبر قواعد عند اغنى وانجح واسعد الناس على مستوى العالم وان هم ازاي وصلوا لكده، هنكمل مع بعض ونتابع في الفيديو ده عشان نتعرف على ال 15 قاعدة التانيين. اهلا بيك اخويا الانسان من اي مكان. لو انت ما اتفرجتش على الجزء الاول هتلاقيني سايبهولك هنا في الاي اهو هنا، ولما تتفرج على الجزئين كاملين بكده يبقى انت اتعرفت على ال 30 نصيحة والقاعدة الاغلى من اسرار النجاح الحقيقي في الحياة. ولو يا اخويا الانسان بيتفرج عليا لاول مرة طبعا يشرفني تكون من متابعيني على القناة وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والشير عشان نقدر نوصله مع بعض لاكبر عدد من الناس ونفيد كلنا بعض. القاعدة رقم 16، النجاح يعني صبر والتزام. كل واحد فينا بيتعب ويعافر في الدنيا من غير ما يبقى فيه اي نجاح ملموس بيتملكه ساعتها الاحباط، لكن اللي انت ما تعرفوش ان كل التعب والمعافرة اللي في الحياة دي هي عبارة عن خبرات متراكمة وخطوات هي بتقربك اكتر للنجاح اللي انت عايز تحققه. وعلى سبيل المثال بنشوف الناس اللي بتشتغل في المحاجر اللي هي بتكسر الحجارة الضخمة جدا، بتضطر ان هي تدق مسمار واثنين وثلاثة وعشرة وتفضل تدق على كل مسمار لحد ما نشوف الحجر الكبير الضخم جدا ده بيتكسر بسبب ضربة واحدة بس أخيرة. وعلى رأي المثل الياباني المعروف طبعا، البداية يسيرة والاستمرارية هي الأصعب. القاعدة رقم 17، تقبل نفسك. تساهل مع نفسك شوية، لازم تتقبل نفسك وتتقبل عيوبك قبل مميزاتك. عشان كده مش لازم جلد الذات بتاع كل يوم اللي بيخليك تنام متأخر وتصحى للشغل بدري بالعافية. وحاول على قد ما تقدر ان انت حتى ولو على المدى البعيد ازاي تقدر تتغلب على عيوبك دي. القاعدة رقم 18، المثالية عدو الاستمرارية. من الاخر كده ما تحاولش ان انت تضغط على نفسك بطاقة ومجهود اكبر من طاقتك بكتير عشان توصل لمستوى مثالي في الدنيا تقدر ان انت تنجح بيه، لان الاكيد ان انت بكل الطاقة والمجهود الاوفر اللي انت بتحطهم على نفسك ده هتيجي في لحظة وتقف مكانك ومش هتعرف حتى تكمل ولو بالجهد العادي اللي كنت بتبذله قبل كده. واصلا مين فينا مثالي غير في شوية بوستات على السوشيال ميديا. القاعدة رقم 19، اطلب المساعدة. على فكرة عادي جدا ان انت تطلب مساعدة من كل الناس اللي سبقتك وليها خبرة في نفس المجال بتاعك، وعشان خاطري اعمل كده بلاش عجن. الموضوع ده هيجنبك مشاكل كتير جدا ممكن تقع فيها. ولو انت في المكانة او عندك الخبرة اللي الناس كتير بتيجي تطلب منك المساعدة عشان يتعلموها، صدقني والله رزقك هيزيد اكتر بكتير بتعليمهم ومساعدتهم عن ان انت ترفض علشان خايف ان رزقك او مكانتك ممكن يتأثروا بتعليمهم. القاعدة رقم 20، اتخلى عن دور الضحية. ممكن حد يقول انا فعلا ضحية وانت ما تعرفش الظروف اللي عندي. مبدئيا ربنا يكون في عونك في الظروف الوحشة اللي عندك وربنا يبدلها لك خير ان شاء الله، لكن لو جينا فكرنا مع بعض كده هنلاقي ان تقريبا 90% من الناس اللي قدرت تنجح وتكون ثروات مهولة في حياتها كان عندهم نفس الظروف والمسؤوليات اللي كانوا ضحية بسببها، لكن لما عرفوا ان هم يتخلوا عن الدور ده وكان عندهم إرادة فعلا ان هم ينجحوا في حياتهم زي إرادة مثلا الولد اللي في الفيديو ده، قدروا فعلا ان هم يوصلوا لمستويات من النجاح والغنى هم نفسهم ما كانوش يتخيلوا ان هم يوصلوا لها. القاعدة رقم 21، خليك جريء. كل واحد بيعيش مرة واحدة في الدنيا، عشان كده خليك جريء واكتب بنفسك تفاصيل قصة حياتك. يعني اعمل الحاجة اللي انت بتحبها وعندك شغف ليها بس بتدبر، لان في فرق ما بين الجرأة والتهور. الجرأة ان انت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها بس تبقى دارس انت هتعمل ايه، خطواتك اللي انت هتقدر توصل وتنجح بيها، في نفس الوقت المنفعة اللي هترجع عليك بيها. عشان كده خليك جريء بس بتدبر. القاعدة رقم 22، اهتم بصحتك. العقل السليم في الجسم السليم. طبعا الحكمة الأزلية برضو اللي احنا كلنا بنسمعها، وطبعا كل حرف فيها صح، لأن طبعا كل النصايح والقواعد والأسرار بتاعة النجاح اللي احنا بنتكلم فيها هي كلها من غير صحتك عبارة عن اصفار كتير قبل الواحد يا معلم. اهتم واصرف على صحتك كويس جدا علشان هي دي اللي هتوفر لك الطاقة والمجهود اللي انت محتاجهم عشان تبذل بيهم السعي اللي انت محتاج تنجح بيهم في الحياة. وبالمناسبة دي أنا بقدم لكل الناس المتابعين عندي على قناة خصم بيوصل ل100% على الاشتراك الشهري للجيم بتاعي، لأن أنا ما عنديش جيم أصلا. القاعدة رقم 23، عاداتك هي حياتك. العادات اليومية ليك هي اللي بتشكل اسلوب حياتك وبالتالي مستقبلك. عشان كده حاول على قد ما تقدر ان العادات اليومية ليك ولو حتى البسيطة منها تكون بتساعدك انك تتطور وتنجح في حياتك اكتر، عشان زي ما قلت هي تراكميا بتأثر على حياتك كلها، فعشان كده خليها لمصلحتك. ولو عايز تعرف تنفذ كده ازاي اقرا كتاب العادات الذرية هيفرق معاك كتير جدا. القاعدة رقم 24، حط اهداف يومية.
اسرع حاجتين ممكن يفشلوا الانسان في حياته الفراغ والتشاؤم. وزي ما حطينا هدف كبير للحياة لازم نرجع نجزأه لاهداف يومية صغيرة تقدر ان هي توصلنا للهدف الكبير ده. وبالتزامك وانشغالك بكل الاهداف اليومية الصغيرة دي هتخليك في امان وبعيد جدا عن الفراغ والتشاؤم. النصيحة رقم 25، بلاش ديون. النصيحة الأغلى من كل أثرياء العالم إنك تعيش على قدك، وبلاش استسهال وإن أنت تلجأ للديون والقروض وبطاقات الائتمان اللي تعتبر زي أكياس الرمل اللي الإنسان بيربطها بإرادته في رجله علشان تأخره وتعطله كتير جدا عن الوصول للهدف بتاعه ده لو عرف يوصل له بيهم أصلا. حتى كمان في حالة إن الإنسان لو هيعمل لنفسه شغل جديد أو هيفتح مثلا مشروع خاص تبقى دي آخر حاجة ممكن يلجأ ليها، والأحسن بلاش. النصيحة رقم 26، امتلك مشروعك الخاص. كل واحد فينا جواه رجل اعمال، لما بيعوز ان هو يطلع بيقعد يفكر 3000 مرة هيسيب الوظيفة ولا يروح يفتح المشروع. بس خليني اقول لك ان كل الناس اللي نجحت وكونت ثروات في حياتهم نصيحتهم دايما ان انت تمتلك مشروعك الخاص لاكتر من سبب. اهمهم اولا ان الوظيفة عمرها ما كانت الكيان الامن والثابت في الحياة ان انت تقدر تعتمد عليه دايما ان هو يكون مصدر دخلك. ثانيا ان المرتب عمره ما هيوصلك لمستوى الغنى اللي انت بتحلم بيه في حياتك، ده في حالة ان انت طموح. ثالثا علشان يبقى تعبك وسعيك في شغلك وفي مشروعك الخاص العائد الاكبر للربح بتاعه ليك ولأسرتك. رابعا علشان هتكون سبب في فتحة خير ورزق جديد لناس هتوظفها وتساعدك في المشروع بتاعك. القاعدة رقم 27، الصدقة والعطاء. على فكرة انت مش لازم تبقى غني خالص علشان تتصدق، انت مهما كان مستواك تصدق باللي تقدر عليه، لانك لو عرفت قيمة الصدقة فعلا والعطاء للناس المحتاجة هتعرف ان ثوابه ومردوده عليك افضل بكتير، سواء ان هو يترد لك رزق مادي او حفظ وبركة من عند ربنا او امان ليك ولأسرتك. وحتى الناس الانجح والاغنى على مستوى العالم الغير مسلمين محافظين دايما على التبرعات وعارفين قيمتها. وتعرف اكتر عن قيمة الصدقة والعطاء في الدنيا في الفيديو اللي انا سايبه لك هنا في الاي. القاعدة رقم 28، أجز شوية. الكبير لازم يتظبط عشان يعرف يظبط كل اللي حواليه. ادي نفسك حق ان انت تسترخي وتستجم وتأجز شوية وتريح اعصابك وتهدي نفسك وتاخد عيلتك وتصرف على اجازتك بشكل محترم عشان تقدر ان انت تهدي اعصابك وتريح نفسك من ضغط الحياة، واقعد المدة الكافية اللي تقدر بعدها ان انت ترجع وتستحمل التلطيش. القاعدة رقم 29، الصدق وتقى الله. اعرف دايما ان الناس اللي متبعة اساليب زي الغش والنفاق والكذب والضحك على الناس علشان يقدروا ان هم يزودوا في ثرواتهم ويزودوا في فلوسهم وحساباتهم في البنوك، هي دي الناس الغلابة والجهلة. جهلة علشان ما يعرفوش ان الحقيقة الوحيدة في الدنيا هي الموت وبعدها الحساب، وغلابة عشان ساعة الحساب مش هيبقى فيه اطول من الوقت والسنين اللي ربنا سبحانه وتعالى ساعتها هيقتص منهم واحد واحد في كل انسان غشوه وضحكوا عليه. وعلى النقيض بقى هتلاقي ان الانسان الطيب هو الانسان القوي، لان احنا دايما هنا في مجتمعنا بنقول ان ده انسان غلبان وطيب. بالعكس، الانسان الطيب واللي عارف ان هو يلتزم بتعليم دينه وبيعامل الناس بنوايا الخير ودايما معطاء وبيحب الناس هو الانسان القوي، لان فيما معناه زي ما رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال ان القابض على دينه كالقابض على الجمر، فهو ده الانسان القوي. ودايما اعرف ان بالصدق وتقى الله هتكسب وربنا هيرضيك اضعاف اضعاف ولو بعد حين. القاعدة رقم 30 والاخيرة، ما تهتمش برأي الناس. ويمكن النصيحة دي متفاوتة شوية، لان انت لو بتعمل حاجة في حياتك على المستوى الشخصي، سواء ان انت عايز تتعلم حاجة جديدة، عايز تشتغل في مجال معين، عايز تسافر تروح تيجي، ساعتها انت مش لازم تخلي رأي الناس يأثر فيك، واعمل حاجة اللي انت حابب ان انت تعملها في حياتك وشايف انها في مصلحتك. وفي الاخر هي حاجة من الاتنين، يا اما تطلع فعلا في مصلحتك وتفيدك انت، يا اما تطلع مش في مصلحتك وساعتها هيبقى درس انت بتتعلم منه. على النقيض بقى لو انت بتقدم خدمة عامة للناس، زي ما انت مثلا فاتح مشروع سواء مثلا مطعم، معرض، شركة، لازم واولا واخيرا ان انت تهتم برأي الناس، علشان برأي الناس دايما بتتطور وبتعرف ان انت تقدم لهم خدمة احسن. او مثلا قناة يوتيوب زي دي انا بحاول ان انا اقدم فيها فيديوهات تقدر تنفع الناس وتخدمهم او ترفه عنهم، عشان كده انا مهتم ان انا اعرف رأيكم في الكومنتات عن الفيديو وعن النصايح اللي انا قدمتها فيه وعن كل فيديو جديد انا بنزله عندي في القناة. وفي نهاية الفيديو لكل الأبطال اللي وصلوا معانا لحد هنا، يا رب تكونوا استفدتوا بكل القواعد والنصايح اللي قلناها في الفيديو عن أسرار النجاح الحقيقي في الحياة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير علشان نقدر نفيد بعض كلنا. ودايما أخويا الإنسان أسيبك في رعاية الله وأمنه وفي سعادة، وكالعادة
خير الختام الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام.